بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أحبائي في الله. أولا صلوا على نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب أحبائي في الله، بإذن الله إن شاء الله اليوم نسوي رز برياني. والحين أنا جهزت هذا 4 حبات بطاطس و5 حبات بصل، وقطعت الدجاج زي كده. إن شاء الله كونوا معي. يلا بسم الله نبدأ. إن شاء الله قصص بصل الألوان. قطعت بصل زي كده، وأنا أخذت 2 حبة كبير شوي و3 حبات وسط، وأنتم إن شاء الله تستخدمون على رغبتكم، إذا كان زيادة أحسن. الحين بدأت تغلي، وهذه بطاطس. بعد 10 دقيقة كده أشيلها من الموية. البطاطس خلصت ما شاء الله، والبصل صارت لونها مثل هذه، يعني زي كده. بعد 5 دقيقة كده إن شاء الله كل يتحمل شوي وطلعها. الحين أجهز خلطة الدجاج. 3 حبات حيل، ملعقة صغيرة كمون حب، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، شوي فلفل هار يعني أسود، 2 حبة قرفة. خليها تتحمر شوية، يعني النار هادئة مرة. أنا قصرت عليها. والبصل ما خلصت. طفيت عنها بعد ما حمرت إن شاء الله. الحين إذا بردت شوية أطحنها. ما شاء الله بعد ما طحنته والبصل صارت لونها زي كده. باقي عليها شوية بس. والبصل ما شاء الله صارت لونها زي كده، والحين أشيلها إن شاء الله. بصل شلت زي كده. طبعا ما تصير أسود مرة. والحين بجهز الزعفران. الحين نجيب قدر كبير، أحط البصل كلها، وأحط الزبادي، حبة واحد زبادي، أحط الزبادي، توم حادي مفروم 6 حبات، ملعقة كبيرة، والبهارات اللي أول طحناها، أنا حطيت زيت زيتون 3 كوب، وأنتم تحطون زيت العافية أو أي شيء زيت اللي عندكم، أو 3 كوب موية. وهذه زعفران بيالة، هذه صفراء الزعفران أحط منها شوي مرة يعني. هذا بطاطس اللي أول سلقته. أنا قطعت، أنتم على رغبتكم تقطعون أو تخلون نفس معهم. الحين أحركها.
ما شاء الله صارت لونها زي كده بعد ما حركت لمدة 4 دقايق كده، يعني صارت لونها بعد 4 دقيقة زي كده ما شاء الله. الحين أغطيها، أبدأ من الرز إن شاء الله. جهزت الرز طبعا على حسب الرغبة الكمية يعني. جهزت هذا القدر، انتظر شوي موية تفور، يعني أخذت قدر وسط على ما تكلس موية حق الدجاج. خليني مبخرها. حطيت زيت شوي، زيت نفسي هذيك اللي استخدمتي فيه البصل، ونزل فيها الفحم. نغطيها، أبدأ فيها بسم الله. حطيت ملعقة واحد ملح أو ملعقة كمون حب، شوي من فلفل، والكزبرة ناشف، 2 حبة حيل، 2 ملعقة زيت، حطيت رز. أحسب لها بعد ما طبخت 5 دقيقة بعدين أشيلها من موية. ما شاء الله بدأت تطبخ. صارت كده بعد 5 دقيقة، والحين خلصت 5 دقيقة أطلعها. ما شاء الله شلت منها بخور، ما في ولا بخار فيها. الحين أحط الرز بسم الله. الرز طبعا بعد ما كبيت منها شلت منها موية، نزينها زي كده. الحين نحط زعفران الصفراء، بعد ما خلصت الزعفران نبخرها. وحطيت الزيت اللي غليت فيها بصل، حط الحين دخن. الحين الحمد لله بعد ما خلصت كل شيء حطيت انا بالنار، والنار غصرت عليها مرة عشان ما تحترق. تقريبا هي تقعد فيها يمكن 40 دقيقة او 35 دقيقة. ما شاء الله بعد 40 دقيقة طلع زي كده. شوف وما شاء الله بعد ما خلصت صارت زي كده، وطعمها مرة لذيذ ما شاء الله ما شاء الله. أولا وآخرا صلوا على نبينا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وأحبائي في الله، إذا أعجبتكم فيديو اشتركوني في قناة قرآني وطبخي فرحتي. بارك الله فيكم إن شاء الله. لا تنسون سبسكرايب وشير وكومنت ولايك إن شاء الله.